Hello my students, my name is Dr. Marwa Stawi and this is my channel. Please name Dr. Marwa Stawi from Chemistry and Science. I am graduated from Faculty of Science with total grade excellent with honors and I have a doctoral degree in biochemistry. We will study science and chemistry together in a fun way. Please don't forget to like, share and subscribe my channel to reach to a large number of students to learn everything about science and chemistry for all grades, primary, preparatory and secondary levels. Thank you for watching. Now we will talk about lesson 2 activity called light reflection. النهارده هنتكلم يا ولاد light reflection يعني انعكاس الضوء. تعال نشوف درس انعكاس الضوء بيتكلم عن ايه. Which one of the following objects is shiny and smooth؟ يعني مديني 4 حاجات، ال4 حاجات دول بيقول لك هو ايه اللي فيهم بيلمع وناعم. هل البلاستيك سبون يعني المعلقة البلاستيك بتلمع وناعمة؟ طبعا لا ما بتلمعش. طب الوودن شيل، الوودن شيل اللي هو الكرسي الخشب، هل الكرسي الخشب بيلمع؟ طبعا لا. يبقى فاضل مين؟ الميرور. الميرور يا ولاد طبعا هي الإجابة الصح لأن هو المراية بتلمع وناعمة. طيب هل التيشيرت؟ برضه لا. خلاص كده يبقى الإجابة عندي mirror. In this activity we will do an experiment that shows how light interacts with different types of materials. يعني هشوف في التجربة اللي احنا هنعملها دلوقتي هنشوف ازاي الضوء بيعدي أو بيخترق المواد المختلفة. عندنا كذا مادة، تعال نشوف ايه الماتيريال اللي عندنا. الماتيريالز اللي عندنا أول حاجة هنجيب فلاش لايت، كشاف زي ده كده اهو، كشاف ضوء. طيب وعندي ايه كمان؟ ميرور. ايه هي الميرور دي؟ اهي ميرور، مراية. ابيس اوف وود يعني قطعة من الخشب زي دي اهي، قطعة من الخشب. طيب ابيس اوف بلاستيك، هجيب قطعة من البلاستيك. وهجيب أبيس اوف ميتال، قطعة من المعدن. يبقى ميتال يعني ايه يا ولاد؟ يعني معدن. أبيس اوف كلوز يعني هجيب قطعة من القماش. ومعايا كمان بيبر، ورقة. خلاص. طيب هنشوف يا ميس التجربة اللي احنا هنعملها ايه؟ هنعملها ازاي؟ أول حاجة الستبس، الخطوات. نمبر 1 turn on the flashlight and direct it towards a mirror. يعني هتفتح الكشاف عشان يديك ضوء وهتوجه الكشاف ده على مين؟ على الميرور. الاوبزرفيشنز بقى، الملاحظة اللي انا هشوفها ايه؟ The mirror reflects most amount of the light. يعني المراية هتعكس. reflect يعني ايه يا ولاد؟ يعني تعكس. يبقى reflect most amount of the light يعني كمية كبيرة جدا من الضوء. هتعكس لي كمية كبيرة جدا من الضوء. ليه؟ لأن المراية سطح shiny and smooth surface. صح يا ولاد؟ Number 2 turn on the flashlight and direct it towards a piece of wood. يعني هجيب الكشاف وافتحه واوجهه على ايه بقى المرة دي؟ على قطعة من الخشب. بعد ما وجهته على قطعة من الخشب هشوف ايه اللي هيحصل. بيقول لي the piece of wood reflects. يعني ايه reflects؟ قلنا يعني يعكس. يبقى القطعة من الخشب هتعكس less amount of the light. يعني ايه less amount of the light؟ كمية صغيرة جدا من الضوء. برافو عليكم، لأن هي مش سطح سموث ولا الوود يعتبر سطح شايني. يبقى كده ولا هو لامع ولا هو ناعم، يبقى لازم هيعكس لي أقل ضوء ممكن. Number 3 repeat the previous steps on using the other materials. يعني أنا هكرر الخطوات السابقة دي مع piece of metal زي ما احنا قلنا الماتيريالز اللي عندي كلها اللي هي دي، فأنا هكرر الحكاية دي مع كل الباقي. يعني هعملها مع piece of wood، وهعملها مع piece of plastic، وهعملها مع قطع من القماش، وهعملها مع ايه؟ مع ورق. واشوف الاوبزرفيشن اللي عندي هيكون ايه. ده بيعكس ضوء قليل ولا بيعكس ضوء كبير مع كل ماتيريال من دول. تعالى بقى للكونكلوجن، الاستنتاجات. نمبر 1 shiny and smooth materials يعني المواد اللامعة والناعمة
reflect ايه يا ولاد زي ما اتفقنا large amount of the light large amount of the light. يبقى reflect بتعكس أكبر ضوء ممكن من الضوء الواقع عليهم that falls on them such as the mirror and the piece of metal. يبقى كده عندي حاجتين يا حبايبي هما اللي بيبقى سطح لامع وناعم، هما حاجتين الميرور يا ولاد والميتال. يبقى الميرور والميتال، عندي ميرور مراية وعندي ميتال ام وام، افتكرها كده يا حبيبي ميرور وميتال. خلاص طيب rough materials اللي هي المواد الخشنة reflect small amount of the light that falls on them، يعني بتعكس small amount of light يعني أقل كمية من الضوء. زي مين؟ زي الخشب وزي البلاستيك وزي القماش وزي ايه البيبر الورق. يبقى كل الحاجات دي عكست ضوء قليل ما عدا اتنين بس هما اللي عكسوا ضوء كبير اللي هو السطح اللامع الميرور وايه وذا بيس اوف ميتال. بيس اوف ميتال عارفين زي ايه يا ولاد؟ زي المعلقه شايني لامعه، مش المعلقه البلاستيك، لا المعلقه العاديه اللي بناكل فيها اللي هي الميتال. put true or false shiny objects reflect light better than rough objects، يعني الاشياء اللامعه بتديني ضوء افضل من الاشياء الخشنه. طبعا true. طيب wood reflects more light than a mirror does، يعني الخشب بيديني ضوء اكتر من المرايه. طبعا false غلط. يتفاعل يعني ايه؟ يتفاعل يعني interact، يتفاعل يعني interact. طيب shiny يعني ايه؟ يعني لامع. direct يعني توجيه. smooth يعني ناعم. materials يعني مواد. rough يعني خشن. طبعا الكلمات دي كلها سيب وهسمعها الحصة الجاية ان شاء الله. light strikes matter، يعني ايه light strikes matter؟ يعني الضوء الداخل للمواد او اللي بيدخل المواد عايزين نشوفه بيعمل ايه، او الضوء الذي يقع على المواد. كلمة ستريكس يا ولاد بتساوي كلمة فول، بتساوي كلمة ايه؟ بتساوي كلمة فول، بيقع على، وبيساوي كلمة كمان اسمها هيت. لما بقول لايت هيت ذا ماتر يعني لما اللايت بيخبط في المادة او بيضرب في المادة. طيب بتساوي كلمة كمان اسمها travel. احنا عارفين كلنا ان travel يعني يسافر، لا انا هنا لما بقول light travel to the matter يعني لما بيقع على المطر. خلاص يبقى هي هنا جاية بيقع على بس. يبقى هي strike، يبقى هي بتساوي كلمة strike. خلاص يا ولاد اكتبوها عندكم عشان ما تنسوهاش. يبقى كلمة strikes equal fall equal hit equal travel، كل دول بيجوا بمعنى واحد ان الضوء بيقع على المادة. طيب ايه اللي بيحصل بقى لما الضوء بيقع على المادة؟ ركز معايا. in this activity في هذه الاكتيفيتي النشاط we will study what happens to light، ايه اللي هيحصل لللايت when it hits different types of matter، لما بتخبط اشياء مختلفة او انواع مختلفة من المادة. light strikes matter يعني الضوء لما بيقع على الاشياء او على المادة. light is a form، ركز معايا بقى في ده definition بتاع اللايت. ممكن يقول لي what is the form of energy، لان هو طاقة، يعتبر الضوء يعتبر طاقة. light is a form of energy هو شكل من اشكال الطاقة، اللي هي الطاقة اسمها طاقة ايه يا ولاد؟ طاقة ضوئية، طاقة ضوئية. that travels اهي ده اللي انا كنت بقول عليه، كلمة strikes equal كلمة travels. يبقى that travels in straight lines في خط مستقيم in the form of light waves يعني في شكل موجات ضوئية. يبقى هتظهر في شكل ايه؟ موجات ضوئية light waves. يبقى عندي الضوء هو شكل من اشكال الطاقة اللي لما بتقع على الاشياء بتخرج في straight lines في صورة موجات ضوئية. when light hits an object، ده برضو اللي انا كنت بقوله اهي كلمة hit وهنا كلمة travel. خلاص ده كله بيساوي كلمة strikes.
خلاص. طيب when light hits an object، لما الضوء بيقع على الشيء some of the light energy is absorbed by the object surface، يعني لما بعض الضوء أو الطاقة الضوئية is absorbed، يبقى أول حاجة هتحصل إن في نوع من الطاقة الضوئية هيمتص، absorbed يعني يمتص by the object surface، يعني عن طريق سطح الشيء. طيب ونوع برضو من اللايت انرجي هينعكس، يبقى احنا قلنا مرة هيحصل له absorb ومرة هيحصل له ايه reflect، ينعكس، يبقى reflect او bounced off. احنا قلنا كلمة reflect equal bounce off the object surface. some of the light energy يعني بعض الطاقة الضوئية may go through، يبقى هيحصل لها ايه go through the object، يعني هتمر خلال الشيء. يعني ايه بقى absorbed يا مس؟ absorbed انا عندي مادة كده matter او object وقع عليها ضوء، فهتمتص الضوء ومش هتطلعه من اي مكان تاني، ولا هيطلع كده ولا هيطلع كده. خلاص يا حبايبي. طيب لو انا عندي object برضو خلاص ممكن ان هو يعمل ريفلكت، يعكس الضوء. لو المادة دي ميرور مثلا، مراية أو مادة تبقى ترانسبيرنت، ممكن إن هي تنعكس في نفس الاتجاه، يبقى ريفلكت. يبقى كده خدنا حاجتين، ممكن إن هي أبزورب تمتص، وممكن إن هي تنعكس، وممكن إن هي جو ثرو ذا ماتر. يعني أنا عندي الأوبجكت كده والضوء دخل عليه كده، ممكن يطلع من الناحية التانية كده لو هو شيء شفاف مثلا، يبقى اسمها go through the object. So according to the previous explanations، يعني من خلال according to the previous explanation، يعني من خلال الشرح اللي فات ده وده، objects can be classified into two groups. ممكن أقسم الأشياء إلى حاجتين، opaque object وايه وترانسبيرنت اوبجكت. يبقى اوبيك وترانسبيرنت اوبجكت. طيب they are objects، يعني الاوبيك objects they are objects that don't allow light to pass through. شايفين الجراب ده يا ولاد؟ نفترض ان ده جراب، بس جراب معتم. اوبيك objects يعني الاشياء المعتمة. الجراب ده جراب معتم، لكن الجراب ده جراب ايه شفاف. كلمة transparent objects يعني أشياء شفافة. قلنا في حالة الأوبيك object الأشياء المعتمة لا تسمح للضوء إن هو يمر خلاله. يعني لما الضوء بيجي كده هيحصل له حاجتين، يا إما هينعكس هيحصل له reflect، يا إما هيحصل له إيه absorb هيمتصه، لكن مستحيل هيعدي منه كده ويطلع الناحية التانية، ده كده مستحيل. يبقى they are objects that don't allow light to pass through، يعني عمر ما الضوء هيعدي منه، يا إما هينعكس يا إما هيمتص، يبقى يا إما absorbed يا إما reflect. transparent object الأشياء الشفافة. they are objects that allow light، هنا بقى allow، هناك كان إيه كان don't allow، هنا بقى allow light to pass through، يعني هيسمح للضوء إن هو يمر خلاله. يعني لو الضوء جه كده يا ولاد هيخرج من الناحية التانية كده وهيبقى pass through the object، هيمر من الشيء. تاني حاجة things في الأوبيك objects يا ولاد، في الأشياء المعتمة. الأشياء المعتمة cannot be seen through them، يعني مستحيل هتشوف الحاجة منه. لكن الشفاف، الأشياء الشفافة things can be seen through them، يعني الأشياء ممكن تبان من خلالهم. لو أنت حطيت عينك الناحية دي هتشوف إيه اللي موجود الناحية التانية، لكن في الأشياء المعتمة أنا هجيب عيني هنا مش هشوف الناحية التانية، مش هشوف إيد الراجل اللي ماسكة الموبايل ولا الجراب ده. ناخد بقى examples لكل حاجة فيهم. طيب الأشياء المعتمة يا ولاد زي إيه؟ زي الروكس الصخور، وزي الود الخشب، وزي الميتالز المعادن and the human body، يعني جسم الإنسان بيعتبر opaque object. يبقى rocks, wood, metals and human body.
طيب الاكزامبلز بتاعت الاشياء الشفافة transparent، الاكزامبلز هتبقى ايه؟ الاير الهواء، الووتر المية شفافة، الجلاس الجلاس ويندوز يعني الشبابيك الازاز، طبعا الشباك الازاز انا بقدر اشوف ايه اللي موجود وراه. يبقى air water glass windows and lenses، اللينسز اللي احنا بنلبسها في العين بتبقى شفافة عشان اقدر اشوف. في حاجة بقى اسمها الظل، شايف كده الرسمة اللي قدامي دي؟ شفت الرسمة دي؟ الطفلين اللي واقفين هنا دول عاملين ايه؟ عاملين هنا ظل، صح يا ولاد؟ هنا ده اسمه ايه؟ ظل، الظل بتاعي. الظل in English اسمه shadow، اسمه ايه؟ shadow. طيب تعالى نقرا بقى بيقول لك ايه على الظل ده. Your body is an opaque object، يعني جسمك عبارة عن شيء مظلم أو معتم. طيب that forms والذي يكون shadow، بيكون ايه؟ ظل shadow because the light that hits your body، عشان الضوء لما بيجي على الجسم بتاعك أو يضرب في جسمك either bounces يا إما bounces off، يا إما بيحصل له reflect أو bounce off يعني بينعكس، يا إما الحاجة التانية إن هو بيحصل له إيه؟ absorbed يعني بيمتص. زي ما إحنا قلنا الأجسام المعتمة عمرها ما بتجوز through، يعني عمرها ما بتمر خلال الشيء، لكن بتعمل حاجة من الاتنين، يا إما bounce off أو reflect إن هي بتعكس الضوء، يا إما بتمتص الضوء absorbed but no light، ولكن الضوء لن يمر خلال الايه؟ البادي بتاعنا اللي هو passes through. يبقى no light passes through your body، يعني الضوء عمره ما هيمر من خلال جسمك. طيب نقرا الكلمات مع بعض. matter يعني مادة، matter يعني مادة، absorb يعني يمتص، absorb يمتص، ظل يعني shadow، form يعني صورة، معتم يعني opaque، يظلم يعني hit أو ستريك، مستقيم يعني straight، شفاف يعني transparent. الكلمات طبعا سيب يا ولاد. the direction of the reflected light يعني الاتجاه بتاع الضوء المنعكس، اتجاه الضوء المنعكس. depend on the smoothness of the surface، بيعتمد على نعومة السيرفس، يعني هل السيرفس اللي عندي، السطح اللي عندي ده بيكون سموث يعني بيكون ناعم وبيكون شايني، ولا بيكون رف او خشن؟ تعال نشوف. هنا السموث سيرفس، يبقى عندي السموث سيرفس اللي هو السطح الايه يا ولاد؟ السطح الناعم، ورف سيرفس يعني السطح الخشن. تعال نشوف السطح الناعم اللي هيحصل. if the surface is smooth such as مين؟ زي مين؟ زي المراية. يبقى قلنا في اتنين بيبقوا smooth and shiny، الميرور والميتال، خلاص M و M. the light rays will reflect in one direction، يبقى هينعكس في ايه؟ في اتجاه واحد in one direction. يبقى الأشعة اللي طالعة من الضوء هتنزل وهتنعكس، هتنزل على الشيء وهتنعكس في one direction with the same angle، يعني في نفس الايه؟ الزاوية. at which they strike أو hits the object originally، لو هي عدت أو خبطت في الشيء الأصلي. طيب ركز معايا كده. incoming light rays يعني ادي الأشعة اللي نازلة اهي على الشيء، الأشعة اللي نزلت على الشيء هي الأشعة دي، الأشعة اللي باللون الأزرق دي نازلة على السموث سيرفيس. طيب هتنعكس ازاي؟ هتنعكس في نفس الاتجاه. بص معايا كده، ده نازل بخط مستقيم وفي نفس الزاوية، يبقى in one direction يعني كلهم بيبقوا مع بعض في direction واحد، في اتجاه واحد، يبقى in one direction and with the same angle يعني نفس الزاوية. دي كده incoming light rays، ودي reflected light rays. الرف surface if the surface is rough يعني لما بيكون السطح بيكون خشن، such as a painted surface يعني زي مين؟ زي السطح البينتد، يبقى زي السطح المدهون. painted surface يعني السطح المدهون، لما بكون دهناه أي حاجة بيكون خشن، rough surface. طيب ده reflected light rays يعني الأشعة المنعكسة اللي هي دي
دي الأشعة المنعكسة. مالها بقى؟ will scatter and or diffuse in different directions. خلي بالك هناك كان in one direction في السموث surface، هنا بقى in different directions في الايه، في الرف surface، يبقى هيطلعوا في اتجاهات مختلفة. زي بالظبط اتنين رايحين، أربع أشخاص رايحين المدرسة مع بعض ومتفاهمين وكويسين وصحاب وبيحبوا بعض، خلاص، وهم راجعين من المدرسة في حد وقع بينهم ورجعوا متخاصمين مع بعض، كل واحد روح بيته من اتجاه مختلف. ادي ده روح بيته من اتجاه مختلف، وده من اتجاه مختلف، وده من شارع تاني خالص، وده من نفس الشارع بس متخاصمين. يبقى كده الريفلكتد ريز scattered or diffused يعني بتتفرق او بتتبعثر الاشعة in different directions يعني في اتجاهات مختلفة. تعال نشوف بقى ازاي لما الضوء بينزل على الانسان وعلى الحيوان الانيمال، على الهيومن والانيمالز، ايه اللي بيحصل عشان يشوفوا. يبقى how does light striking matter، يعني ازاي الضوء بيعدي من المادة. make it possible يعني بيخليه ممكن ان هو يدخل الانسان والحيوان ويخليه يشوف. ازاي يا ولاد؟ طيب when light rays، اول حاجة اللايت strike on an object، الضوء هيقع على الشيء. زي ما خدنا مثال المرة اللي فاتت الكتاب في الليسون اللي فات، ان الكتاب انا لما بفتحه وببص فيه، هل الضوء وقع على عيني الاول ولا وقع على الكتاب الاول؟ لا، هيقع على الكتاب الاول وبعد كده هينعكس على عيني، فعيني هتشوف. يبقى when light rays strike an object، light reflects بينعكس، الضوء بينعكس على الشيء. خلاص، يبقى الاول الضوء بينزل على الاوبجكت وبعد كده يبدا ينعكس على الشيء. the reflected light، بعد كده الضوء المنعكس travels، احنا قلنا كلمه travels جت اهي، يبقى قلنا strikes equal hit equal travels equal fall. خلاص، يبقى the reflected light travels in a straight line، يعني في خط مستقيم into the eyes، إلى العين، في خط مستقيم للعين. خلاص، يبقى الأشعة المنعكسة هتمشي في خط مستقيم على عيني على طول عشان أشوف. طب عيني احنا قلنا هتصدر ايه؟ my eyes بيكون فيها special nerves. طيب السبيشال nerves الموجودة في الايز دي هتعمل ايه؟ send messages to the brain، هترسل إشارات للمخ، وبعدين المخ interprets يعني ايه interprets يا ولاد؟ interprets يعني يترجم. يبقى قلنا وظيفة البرين ان هو بيترجم الاشارات، يبقى هيعمل ترجمة interprets equal translates، يعني بتساوي كلمة translate وبتساوي كلمة process. قلنا اول ما نشوف الثلاث كلمات دول يبقى دي وظيفة مين؟ البرين. يبقى the brain interprets the messages، يبقى بتترجم الإشارات as an image of the object، بتترجم الإشارات إن هي تشوف صورة الشيء، وبالتالي أنا بشوف الكتاب اللي قدامي أو أي حاجة قدامي بشوفها بهذا التكنيك. تعالى نحل التشيك سريعا مع بعض. تعالى كده نحل التشيك مع بعض. write the scientific term، يعني اكتب المصطلح العلمي. objects that allow light to pass through، طبعا احنا لسه واخدينها، اسمها transparent اللي هي المواد الشفافة. transparent objects that don't allow light to pass through، قلنا اسمها الاوبيك. برافو عليكم، اوبيك object، اوبيك الكلمات. الوارد يعني incoming light يعني الضوء الوارد. طيب originally يعني في الأصل. تفرق أو تبعثر يعني scatter أو diffuse. وبكده نكون خلصنا فيديو الشرح، وإن شاء الله المرة الجاية ولاد الفيديو الجاي نتقابل على خير، نشرح الإكسرسايزز والليسون 2. كل الإكسرسايزز اللي موجودة على الليسون ده هنحلها مع بعض. تابعونا وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتعملوا شير
لزمايلكم عشان الكل يستفيد، وسبسكرايب للقناة عشان يوصلكم كل جديد. وإلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله. يلا باي باي.